بيثبت الفراغات، وكمان بيعالج اكتر مشكله كلنا بنعاني منها، انسحاب الشعر اللي بيكون في منطقه الجبهه او القوره. المنتج يا جماعه اسمه ليفز، وهو عباره عن سبراي خلصت منه نص العبوه بالظبط. لو انت مش عارفه نوع التساقط اللي عندك، فهو بيشتغل على التساقط الشديد سواء كان تفاعلي او تساقط وراثي. اللي خليني اجرب بقى ليفز سبراي مش عشان هو فيه 23 عشبه هنديه بيشتغلوا على الشعرايه من الجذور للاطراف، حرفيا بيرمموا القشره الخارجيه والداخليه للشعر، فبيخلي شعرنا انعم واقوى واكثف. لا، هو كمان فيه اكتر مادتين انا كلمتكم عنهم كتير وحرفيا انتوا زهقتوا منهم، وهو البروكابيل وماده الروزماري، وكل واحده فيهم بتركيز 3%. دول بقى بيشتغلوا على بصيله الشعرايه الضعيفه وبيقووها، فبالتالي بيقدر ان هو يعالج بدايات الصلع الوراثي. تالت حاجه بقى بيعملها السبراي ان هو فيه مستخلص الثوم ومستخلص الانديان كابسيكم واللايبوزوم الكافيين. الثلاث حاجات دول بيزودوا الدوره الدمويه لفروه الراس، فبيمدوا بصيلات الشعر بكل الفيتامينات والمعادن اللي بيكون محتاجاها. فده بيحل معانا اكتر مشكله كلنا بنبقى خايفين منها، ان مستحيل الشعر اللي هيطلع يرجع يقع تاني بعد ما نخلص السبراي. قصاد كل ده سعره يعتبر مناسب وبيقعد وقت طويل جدا.